بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة ميران، اللي نتمنى تلاقيكم وانتم في تمام الصحة والعافية. التمر المحشي من الوصفات المطلوبة بزاف على القناة، واليوم راح نشاركها معكم بكل التفاصيل وبجميع أسرار. راح نشارك معكم حشوة تبقى طرية المدة طويلة، طريقة التزيين بالمكسرات وطريقة التغليف بالشوكولا. بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للطريقة، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. وأول خطوة نقوم بها راح نحضروا الشحور اللي راح نضموا به عجينة اللوز. بالنسبة للشحور فيه 3 مكونات: ماء، جليكوز وفوندو. هذا الجليكوز كما تشوفوه يتباع هكذا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، وهذا الفوندو. بالنسبة للقاعدة اللي نطبقوها في هذا الشهور أن ناخذ ال3 مكونات بنفس الميزان. أنا هنا خذيت 200 مليلتر من الماء، 200 جرام من الجلوكوز، و200 جرام من الفوندو. نخلطوهم مع بعض ونحطوهم على النار. أنا حطيتهم فقط ذابوا، حبيت تشوفوا فقط النتيجة بعد ما يذوبوا فقط. نحتاج ترمومتر وهو ضروري في هذا الوصفة. نحطوا الخليط على النار يغلي حتى يلحق لدرجة حرارة 110. بالنسبة اللي ما عندهاش ترمومتر، يمكن انك تخلي السيرو حتى يغلي ويدير هذه الفقاعات، وتحسي الفقاعات بداو يكبروا. في هذه المرحلة وصلنا لدرجة حرارة 110. صح، انا ننصح انك تستعملي الترمومتر. هنا بعد ما يوصل ل 110 درجة راح نحيو السيرو ديالنا ونخليه حتى يبرد ونستعمله. هنا يبالك شوية خفيف، بعد ما يبرد راح يثقل، وهذه النتيجة. هنا البنات مازال ما بردش مليح، فقط غير برد شويه، راح يزيد يثقال اكثر من هكذا. بالنسبه لهذا الشهور يمكن ان نحضروه بكميه ونحتفظوا به، وراح نديروا به عده وصفات. ما نستعملوش فقط في التمر المحشي. أنا بالنسبة للوز خذيت 300 جرام من اللوز اللي يكون مرحي جاهز، يمكن تستعملي حبات وترحيه. راح نحمصه فقط في الفرن على درجة حرارة 160 حتى ياخذ لون ذهبي فاتح جدا. راح تاخذي سنيوة تفرشيها بورق الطاي وتفرغي فيها بودرة اللوز وتدخليه للفرن، وفي كل مرة تفتحي الفرن تحركيه شوية حتى ياخذ كله نفس اللون. هذه الخطوة مهمة حتى نبرزو أحسن نكهة اللوز وراح يجي بنين. هنا نحتاج معاه مغرفة صغيرة من الزبدة ولا المارغرين تكون طرية وبحرارة الغرفة، ومغرف من الفاني. وبالنسبة للوصفة التقليدية كنا نديرو كمية من اللوز، نضيفو معها نصف الكمية ولا أكثر شوية من السكر الناعم، نرحيوهم مع بعض في الأشواط، ومن بعد نضيفو لهم مغرفة كبيرة من الجلوكوز، ونبداو نطمو الخليط بالماء المعدني. في الأخير راح نضيفو مغرف من المارغرين ولا الزبدة تكون طرية، ونجمعها حتى نتحصلوا على عجينة. وانا صراحة نفضل هذه الطريقة اللي ندير نخدموها بالشحور. في إناء راح نحط اللوز اللي كنت حمصته ويكون برد تماما، نضيف عليه مغرف صغيرة فاني ومغرف صغيرة من المارغرين ولا زبدة اللي تكون طرية وبحرارة الغرفة. وهكذا بصبعتك تحاولي تدخلي هذيك المارغرين ولا الزبدة في اللوز حتى يندمجوا تماما. وبالنسبة للزبدة ولا المارغرين كاين اللي يضيفها في المرحلة الأخيرة. ومن بعد نبداو نجمعوا الخليط بالشحور اللي لازم يكون بارد مليح. بالنسبة للشحور نفضل أنك تحضريه بليلة من قبل، وتبداي تختمي به في اليوم الثاني. نبقى هكذا نضيف في الشحور بشوية ونجمع في الخليط حتى نتحصل على عجينة مليحة، ماشي ناشفة وماشي طرية بزاف هكذا. هنا راح نزيد نضيف كمية حتى نتحصل على عجينة، وهذا قوام العجينة اللي نتحصلوا عليها. تقدري تشكليها بكل سهولة وما تديرش تشققات، كما تشوفوا ما شاء الله لامعة، ونقدر نشكلها بكل سهولة. نغطيها ببلاستيك ولا نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الأقل نصف ساعة باه تبداي تخدمي بها، ويمكن تحضريها حتى بليلة من قبل وتستعمليها. أنا غلفتها وخليتها ترتاح حوالي 6 ساعات.
هنا بعد ما ارتاحت العجينة يمكن نشكلها. بالنسبة للعجينة إذا صبتوها شوية ناشفة يمكن تضيفوا لها كمية من الشحور. هنا أنا العجينة كانت مليحة، راح نوزن كرات وزنهم 15 غرام. ندير شوية داك الشحور في كف الإيد ونكور الكرات. بهذا الشكل راح تعطيك كرات لامعة وبزاف هايلة. دايما نوزن الكرة 15 غرام، ناخذ شوية من هذاك الشحور نحطه هكذا في كف الإيد ونكور الكرة بهذا الشكل. نكمل نوزن كل الكمية بنفس الطريقة، وأنا هذه الكمية قطعت لي 35 حبة سواسو. كما تشوفوا دايما نحط شوية شحور في كف الإيد، ومن بعد نوزن الحبة ونكورها مليح بهذا الشكل. ودايما نغطيو الحبات حتى ما ينشفوش. نكملوا هكذا الكمية بنفس الطريقة. نروحوا للتمر، ولازم نختاروا النوعية الجيدة اللي تكون هكا حباته يجيو بالطول وملاح. نختاروا دقلة نور الجزائرية الغنية عن التعريف، هي اللي تجي أحسن نوعية في هذه الوصفة. نختاروا هذه الحبات اللي يكونوا شادين روحهم وملاح وما تكونش ناشفة بزاف. وبالنسبة للحبات اللي يكونوا شوية معبزين يمكن أن نحضروا بهم وصفات أخرى ولا نستعملهم في الاستهلاك العادي. هنا راح ناخذ بابي ولا طرشون تكون نظيفة ونبدأ نمسح في حبات التمر مليح. ما ننصحش أنك تمسحيهم بماء الزهر ولا ماء الورد ولا أي سائل، لأنه راح يقراصوا حبات التمر في مدة قصيرة. بعد ما مسحت الحبات مليح ونقيتهم راح ناخذ كيتار ولا موس اللي يكون قاطع، نقطعها هكذا من الفوق بشكل طولي ونخرج هذيك العظمة بشوية بلا ما نخسر الشكل تاع الحبة. نكمل كل الحبات بنفس الشكل، دايما نحاول نقطعها هكذا من الفوق للتحت بشكل طولي ونخرج هذيك العلفة ونحافظ على شكل حبة التمر ومن بعد تجيني في التزيين مليحة. بعد ما نقي كل الحبات راح نبدأ نعمرها بحشوة باللوز. راح ناخد هكذا الحبة تاع التمر نحاول نضغط عليها شوية من الجوانب حتى نسوي هذوك الحواف، ومن بعد نحط كمية اللوز بعد ما نكون شكلتها على شكل حبة التمر بهذا الشكل. نحاول ندورها شوية تاخذ لي الشكل مليح، ونكمل كل كمية بنفس الطريقة. دايما ناخدو هكذا التمر نحاولوا نضغطوا شوية على الحواف ديالو منين قطعناه، وبعد ناخد الكرة اللي وزناها 15 غرام نشكلها بهذا الشكل على شكل أسطوانة، نديرها داخل الحبة تاع التمر ونحاول نضغط على الجوانب تاع التمر حتى يدخلوا مليح في هذيك في اللوز. ومن بعد كما موضح في الفيديو نحاول نسوي الحبة مليح بهذا الشكل حتى نكمل كل الكمية ونغطيها هكذا بلاستيك ونبدأ في مرحلة التزيين. نروح هنا مباشرة لمرحلة التزيين بالمكسرات وهي المفضلة عندي. هنا عندي لوز، عندي بندق مقسوم على زوج وجوز والبيستاج. هنا عندي الشحور وهاد لي كيسات اللي راح نحطو فيهم الحبات. راح ناخذ الحبة ونبدأ نسويها بالطريقة الموضحة في الفيديو. كاين اللي تخدم الحبة مباشرة تزينها، صح أنا نفضل أنك تحاولي هكذا بسباتول تسوي السطح من الفوق بالشكل الموضح في الفيديو. من بعد ناخذ هذاك الشحور راح نمسح الوجه نتاع الحبة حتى يلصق لي هذوك المكسرات وما يطيحوش، من بعد ونبدأ نزين بهذه الطريقة الموضحة في الفيديو. هنا بالنسبة للبيستاش وهو الشكل المفضل عندي في هذا التمر، راح نبدأ ناخذ الحبات ونخالفهم بهذا الشكل. راح يلصقوا بكل سهولة لأن درنا هذيك المسحة تاع الشحور. ودائما يبقى التزيين اختياري وعلى حساب الرغبة. ومن بعد من الفوق نزيد نمسحهم هكذا بكمية من الشحور وهي اللي تخلي لمعة من الفوق، وراح تزيد تحافظ على المكسرات لمدة طويلة. دايما ناخذ الحبة نضغط عليها بالكوبات من الجوانب، ومن بعد نحاول نضغط عليها من الفوق بسباتول حتى تتسوى، ومن بعد نبدأ نحط في المكسرات بعد ما نكون مسحت السطح بالشحور.
نكمل كل الحبات بنفس الطريقة. فقط ملاحظة بالنسبة للمكسرات كلهم كنت حمصتهم على درجة حرارة 160. غير البيستاش ما نفضلش انك تحمصيه، راح نستعملوه مباشرة. انا بالنسبة للبندق بعد ما حمصته خذيت موس وراح بديت تضغطي فقط على الحبة راح يتقسم لك على زوج. نكمل دائما التزيين بهذا الشكل. والمكسرات راح ديري المكسرات اللي تفضليها ولا اللي متوفرة، والأحسن ديري عدة أنواع تجيك أشكالهم مختلفة. أنا راح نديرو اللوز. دايما ما نسوش المسحة تاع الجليكوز فوق المكسرات، وهي راح تعطي لمعة وراح تبقى محافظة على المكسرات المدة طويلة. هكذا انا هنا درت لكم كل شكل درت لكم منه زوج حبات حتى تشوفوا طريقة التزيين. هكذا نكمل كل الحبات بنفس الطريقة، وهذا الشكل النهائي اللي نتحصلوا عليه. بعد ما نزينهم بالمكسرات راح نحطهم هكذا في الكيسات. كاين متوفر عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات يعني دونتيل على حجم حبات التمر. ننصح انك تستعملوها، انا ما كانش متوفر عندي. بالنسبة للكمية المتبقية راح نغلفوها بالشوكولا. هنا عندي شوكولا بيضاء ذوبت على حمام مائي ولا في الميكرووند. خليت كمية من الشوكولا قطعتها رقيق وراح نضيفها بعد ما تذوب الشوكولا. نخلطها مليح حتى تذوب تماما. بهذه الطريقة راح نتحصل على شوكولا لامعة أكثر، وراح تحافظ على قوامها حتى في الجو الساخن. وبنفس الطريقة ذوبت كمية من الشوكولا بالحليب على الحمام المائي، ومن بعد نضيف لها كمية أخرى مقطعة رقيق. نخلط مليح حتى تذوب. هنا بالنسبة للشوكولا بالحليب ضفت لها حوالي مغرفة صغيرة من الزيت حتى تعطيها لمعة أكثر. نخلط مليح وهذا القوام نتحصل عليه. نقدروا نضيفوا كمية من الزيت للشوكولا الداكنة أيضا. صح الشوكولا البيضاء ما نضيفولهاش ولا إضافة. وبالنسبة للشوكولا دائما نحاولوا نحركوها مليح هكذا قبل ما نغلفوا بها. راح ناخذ حبة التمر نحاولوا نسويوها بالطريقة الموضحة في الفيديو. ومن بعد خديت هكذا فرشيطة حطيت فوقها حبة التمر ونبدأ نغلفها. بالنسبة للتغليف دائما نحاولوا نغلفوا على عدة طبقات. راح تبداي تفرغي الشوكولا مرة ومرتين وثلاثة حتى تتغلف الحبة مليح وتاخذ كمية من الشوكولا. وبعد نخبط هكذا حبة التمر مليح راح يخرجوا لي شوية فقاعات نحيهم بموس ولا بكردة. ومن بعد راح نحطوا التمر هكذا فوق طابي سيليكون ونحاولوا نمشيوه بالطريقة الموضحة في الفيديو حتى نتخلصوا من الكمية الزائدة من الشوكولا. ناخذ حبة التمر نحاولوا نسويها مليح بالطريقة الموضحة في الفيديو، ومن بعد نبداو نغلفوها. هنا كما تشوفوا راني نحط عدة طبقات من الشوكولا، ومن بعد نحاول نخبط هذيك الفرشيطه مليح حتى نتخلص من الكميه الزائده من الشوكولا. نزيد هكذا بموس نحي هذوك الفقاعات اللي يخرجوا من الشوكولا، ومن بعد راح نحطها هكذا فوق طابي سيليكون ونحاول نمشيها هكذا. بهذا الشكل راح نتخلص من الكميه الزائده من الشوكولا. وكاين طريقه ثانيه للتغليف انك تاخذي لي كيردون وتحطيهم داخل الحبه تاع التمر ومن بعد تغلفيها. هي طريقه سهله صح. كي بعد ما تنشف الشوكولا تحاولي تنحي هذاك الكيردون راح يبقاو لك ثقوب في الشوكولا وانا ما نفضلهاش. بنفس الطريقه الاولى راح نغلفوا بالشوكولا بالحليب بهذا الشكل هكذا، ونكملوا كل الكميه بنفس الطريقه. دائما نحاول نخلط مليح الشوكولا ومن بعد نبدا نغلف في حبات التمر بالطريقه الموضحه في الفيديو على عده طبقات. نحي الشوكولا الزائده ومن بعد نحطها فوق طابي سيليكون، ومن بعد نحاول نمشيها هكذا شويه بعد نتخلص من الشوكولا الزائده. بالنسبه للشوكولا الزائده راح ناخذها بكل سهوله ونستعملها. انا بالنسبه لي هذه اسهل طريقه اني نغلف بها حبات التمر، ويبقى كل واحد الطريقه اللي يفضلها. نكمل كل الحبات بنفس الطريقة ونخلي الشوكولا حتى تجمد تماما. وبعد ما تجمد كما تشوفوا ما يكونش زوائد في الشوكولا، وهذه النتيجة. التغليف راح يكون بزاف هايل وما يكونوش زوائد تاع الشوكولا في الحبة تاع التمر. انا نروحوا لمرحلة التزيين واللي راح نزينوهم
على حساب المناسبة ولا على حساب الطلبية اللي كانت عندك. انا هنا زينتهم بهذه الاشكال الخاصه بالعمره. كاين اللي خدمتهم بعجينه الكامباس، وكاين لي موتيف هذو اللي يتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. يبقى التزيين دائما على حساب المناسبه. هذا الشكل النهائي اللي وصفتنا لنهار اليوم. كاين اللي غلفناهم بالمكسرات، وكاين اللي زيناهم باشكال وغلفناهم بعجينه عفوا بالشوكولا. نتمنى فيديو نهار اليوم نال إعجابكم، ونتمنى تجربوا الوصفة، خاصة وإحنا على أبواب الشهر الفضيل ونحبوا بزاف هذا النوع من الوصفات تزين مائدتنا الرمضانية. إلى الفيديو المقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.